بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بعد هزيمه الزمالك من انبي الدوري بقى على صفيح ساخن الحقيقه. الاهلي رجعت امله في المنافسه بشكل قوي جدا. يعني النهارده الزمالك 43 نقطه في المركز الاول، بيراميدز 43 نقطه في المركز الثاني، فرق الاهداف عن بيراميدز والزمالك الاول. الاهلي 40 نقطه. اعتقد انه الاهلي كده قدامه فرصه كبيره. يعني الزمالك الحقيقه اعطى قبله الحياه للاهلي في المنافسه، وده شيء يعني جيد. في النهايه احنا عايزين نتفرج على دوري قوي، وعايزين نشوف اكتر من فريق مرشح لبطوله الدوري. اشوف انه الاهلي قدامه الحقيقه تحدي قبل ما يرجع للدوري، الدوري المجموعات، الدور الثاني. الترجي ماتش صعب جدا، ماتش هيبقى مهم جدا في طريق الحصول على دوري الابطال. الترجي ماتش جاي بعد ازمه وبعد هزيمه من الجيش وبعد ازمات كبيره جدا موجوده في النادي الاهلي. كلام عن مدرب، هل المدرب يمشي، المدرب يقعد. طبعا في جلسه حصلت مع المدرب وتم التلميح لطرب ان هو ممكن يمشي. طبعا ده هيخلي المدرب يعني اكيد يعني هيأثر على الحاله النفسيه، وهيأثر على الحاله الفنيه، وهيأثر على الفريق كله. الخصومات اللي عملها الخطيب برضو للعيبه، والتهديدات بتاع السيد عبد الحفيظ والعنتريه، المسألة ما بتحلش كده يعني. بس في النهاية ده الأهلي، وبشوف إنه مهم جدا 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 إنه الأهلي يخرج بنتيجة إيجابية في ماتش الترجي. أتمنى إن ده يحصل، لكنه أنا أستبعد الحقيقة إن ده يحصل، لأنه الأهلي مستواه سيء. الأهلي محتاج يعني محتاج إعادة تفكير في السياسات بتاعة الإدارة. محتاج كمان إنه اللعيبة تبقى عارفة إن الارقام اللي بتاخدها دي ارقام مبالغ فيها، ما تصدقش نفسها. ويبقى اللعيب بيلعب للفريق مش لنفسه، مش عشان يثبت انه الفلوس دي اللي انا باخدها انا استحقها فيلعب لوحده في الملعب. ما ينفعش، دي لعبه جماعيه. اتصور انه الماتش ده هيبقى ماتش حاسم في مصير تراب، حاسم في مسيره الاهلي، وهيأثر على فكره على الدوري. يعني لو الاهلي حصل لا قدر الله اخفاق هناك، او خرج من بطوله افريقيا، لانه هيلعب بعد كده باسبوع مع الترجي هنا، هتبقى مشكله كبيره جدا 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 للاهلي في البطولتين. يعني هتاثر على لو خرج من افريقيا هياثر كتير جدا على الدوري، مش هيقدر يكمل في الدوري. والاهلي محتاج جدا الماتش ده، ومحتاج لرفع المعنويات. النهارده الزمالك طبعا رفع معنوياته بالخساره، لكنه محتاج ماتش الترجي جدا جدا. اتمنى التوفيق للجميع واتمنى الخير للجميع، وهنشوف مباراه الجمعه هيبقى الدنيا ماشيه ازاي فيها. ف كل سنه وانتم طيبين، شكرا جدا ليكم.